بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه كيكة غرقانة بصوص الشوكولاتة بدون ما نحط لها شوكولاتة خالص. الكيكة دي بتنفع لأي مناسبة. ممكن لو حد جايلك بسرعة تقومي تعمليها، مش بتاخد وقت معاكي خالص. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا ندخل ونشوف عملت ايه. اول حاجة عندي المكونات عندي كوباية ونص من السكر. السكر ده سكر حبيبات مش سكر بودر. وعندي كوباية من الحليب. طبعا الكوباية اللي انا بستخدمها لجميع المكونات هي نفس الكوباية اللي هستخدمها، يعني ما ينفعش استخدم كوباية في حاجة وكوباية في حاجة تانية عشان يطلع المعيار عندي كله ثابت او كله مقدار واحد. وعندي كوباية من الزيت، وعندي معلقتين كبار من الكاكاو ده اللي هو خام اسباني. بيكون فيه مرارة شوية. لو انتي ما بتحبيش المرارة بتاعة الكاكاو ممكن تستخدمي اي نوع تاني بس يكون خام. وعندي 3 بيضات، وعندي كوباية ونص من الدقيق. الدقيق دوت طبعا مخصص للكيك او لجميع الاغراض. وعندي هنا كيس من البيكنج باودر. الكيس اللي عندي ده نص الكيس اللي احنا بنشتريه من بره، يعني المقدار بتاعه او الحجم بتاعه نص الحجم اللي احنا بنشتريه من بره، اللي هو الكيس البيكنج باودر او الكيس اللي هو بتاع الكيك شيف. عشان كده انا مستخدمه هنا كيس كامل، ومستخدمه معلقه من البيكنج صودا. انتي بقى ممكن تستخدمي معلقه كبيره من البيكنج باودر او تستخدمي معلقه كبيره من الكيك شيف مع المعلقه الصغيره من البيكنج صودا. طب لو انتي ما فيش عندك البيكنج صودا ممكن تستخدمي بقى كيس كامل من البيكنج باودر او كيس كامل من الكيك شيف، بس يستحسن الكيك شيف لان الكيك شيف دوت بيكون فيه محسن فبيدي هشاشة للكيك اكتر. هنا بعد كده بقى نخش على الطريقة. عندي هنا شفشق الخلاط جبته، حطيت فيه السكر وحطيت الحليب وحطيت معلقتين الكاكاو وسبتهم لغاية ما اتضربوا، لغاية ما حسيت ان السكر خلاص داب مع المكونات. بعد كده اخدت الزيت ونزلت بيه خيط رفيع لغايه ما لقيت الخليط معايا تقل. في نفس الكوبايه اللي كان فيها الزيت اخدت منه كوبايه الا ربع. هاخد الكوبايه دي واحطها في قلب التلاجة. بعد كده اخدت باقي المكونات اللي كانت في شفشق الخلاط، ضفت عليهم 3 بيضات وضربتهم مع بعض لغايه ما الاقي المكونات دي كلها امتزجت مع بعضها. في الوقت اللي المكونات كانت بتتضرب في الخلاط قلت احضر المواد الجافه. عندي هنا الكوبايه ونص من الدقيق، هحط عليه الكيس البيكنج باودر، وزي ما قلت لكم ده ده حجمه نص الحجم اللي احنا بنشتريه من بره، ده حجمه 10 جرام، التاني بيكون 16 جرام. وحطيت اللي هي البيكنج صودا وهقلبه وهنخلهم بقى مع بعض. وبعد كده هاخد الخليط اللي انا ضربته في شفشق الخلاط هضيفه عليهم. ممكن اللي انتي تاخدي المكونات الجافة دي تضيفيها في الخلاط معلقة بمعلقة كده ويختلطوا كلهم ببعض، او ان انتي تضيفيهم في الطبق وتقلبيهم مع بعض. انا هنا بعد ما ضفتهم في قلب الطبق وقلبتهم كده شوية، رجعت تاني ضفتهم في قلب شفشق الخلاط عشان اتأكد ان المكونات دي كلها اختلطت ببعض ومفيش اي حاجة من الدقيق او كتل من الدقيق. زي ما انتوا شايفين ضفت كل المكونات دي كلها مع بعض. كان في معلقة من الخل انا ما قلتهاش من الاول لانها انا كنت هضيفها من الازازة، فانا ضفتها في الاخر هنا مع المكونات دي. بتبقى مهمة جدا وبتدي هشاشة للكيك. هنا خلاص بعد ما ضربت المكونات في قلب شفشق الخلاط وتأكدت ان كله امتزج مع بعضه، جبت صينية دهناها زيت وعفرتها بالدقيق، وبعد كده هنزل بالخليط بتاعي في قلب الصينية. طبعا في الوقت ده انا كنت مسخنة الفرن. الفرن بسخنه على الدرجة اللي في النص. لو انت الفرن بتاعك حامي قللي عنه شوية. لو الفرن بتاعك بارد وبياخد وقت كده في تسوية الحاجة خليها على النص بالظبط. هنا بعد ما ضفت الخليط في قلب الصينية خبطت كده على الصينية عشان تطلع لي اي فقاعات في قلب الكيكة، والكيكة كمان تطلع معايا متساوية. دخلتها على الشبكة اللي في النص، اخدت معايا تلت ساعة. بعد كده بجيب بقى سكينة او خلة واختبر الكيكة معايا واشوفها هي استوت ولا لا. بتطلع من الفرن بسيبها طبعا ان هي تهدى خالص.
خالص. على ما هي تهدى بقى قلنا نحضر الكريم شانتيه. لو انت حباها تكون اقتصاديه ممكن تستغني عن الكريم شانتيه دوت خالص، وتضيفي الكوبايه الا ربع الصوص اللي احنا سايبينها هتضيفيها عليها. بس خطوه الكريم شانتيه دوت بيحولها بقى لجاتوه، بيبقى طعمها حلو جدا كأنك بتاكلي جاتوه مش كيكه. انا هنا مستخدمه نص كوبايه من الكاكاو اللي هو من الكريمه اللي هي الخام، كريم شانتيه اللي هو الخام. انا مستخدمه نص كوبايه بس. حطيت عليهم معلقتين من السكر، وحطيت كان عندي بقى كوبايه ميه مثلجه، بقيت اضيف بيها بالتدريج لغايه ما تديني القوام اللي انا عايزاه. هنا بقى انا ما حبيتش ان انا احط لها كاكاو عشان ما تبقاش الكيكه كلها غامقه، يعني الكيكه بالكاكاو والكريمه برضو بالكاكاو، وهحط صوص كمان بالكاكاو. فقلت لا، اغير اخلي الكريمه تبقى ساده من غير كاكاو. بس لو انت بقى بتحبي طعم الكاكاو اكتر ممكن اللي انت تضيفي معلقتين كاكاو، او ممكن تضيفي معلقه من الصوص اللي هو بتاع الشوكولاته اللي احنا سايبينه، تضيفيه على الكريم شانتيه وانت بتضربيه. بس انا هنا حبيت ان انا اخليها بيضه عشان تكون فاصل كده وتدي شكل للكيكه او للجاتوه. انا كان عندي نص كوبايه من اللبن متبقيه، قلت اسقي بيها الكيكه، دي اختياري، بس انا بحس ان هي بتدي طراوه اكتر للكيك. لو انت حابه تضيفيها براحتك، مش حابه خلاص هي كده كده الكيكه معايا طريه. بعد ما سقيت كده الكيكه بالحليب. اهم حاجه ما تكتريش الحليب، يعني حاجه كده بسيطه. وزي ما قلتلك لو هي مش موجوده عندك براحتك. جبت الكريم شانتيه فردته. لو انت ما فيش عندك الكريم شانتيه اللي هو الخام دوت او بتشتريه سايب، ممكن تشتريه اللي هو الكيس الجاهز وتضربيه، هو يدوبك على قد الكيس الجاهز. هنا بقى بفرد الكريم شانتيه، وهنا مش مهتميه بالشكل بتاعه لان انا كده كده هغطيه بالشوكولاته او بالصوص اللي انا سبته. انا هنا جيت اضيف الصوص اللي انا سبته، لقيت الخليط قليل. انا عامله بسم الله ما شاء الله الصينيه كبيره، فقمت عامله صوص تاني. جبت نص كوبايه سكر ونص كوبايه حليب ومعلقه كبيره من الكاكاو، وحطيت نص كوبايه من الزيت وضربتهم في الشفشق الخلاط زي ما عملت الخليط من الاول وضفتهم عليها. طبعا انا ما سبتوش بقى في التلاجة ان هو يجمد شويه، فانا ضفته عليها. ده لو الخليط ما كفاش معاكم. انا زي ما قلت لكم انا عامله هنا ما شاء الله الصينيه كبيره، الصينيه دي اللي هي بتبقى مقاس 30 في 40 او اكبر مقاس في الصينيه اللي هي المستطيله. هنا خلاص بعد ما حطيت الصوص، هنا تحسوا ان في كريمه متبقيه. زي ما قلت لكم انا ما كنتش مهتميه ان انا اسوي الشكل بتاعها، فالحتت العاليه من الكريمه ظاهره من الشوكولاته عادي، لان انا كده كده في دماغي ان انا هغطيها بالفرماسيل. عايزه اقول لكم ان الفرماسيل دوت اما بحطه على اي شوكولاته بيغير اللون بتاعها وبيدي لها شكل تاني خالص. بعد كده كان عندي كريسبي من الشوكولاته ضفته عليها. لو انتوا ما فيش عندكم المكونات ديت عادي خالص، استغنوا عن الفرماسيل وعن الكريسبي وقطعوها على كده وهتبقى تحفه معاكم. بس انا حبيت بقى ان انا اشكلها برضو ان هي تدي شكل كمان، عشان اللي يجي ياكلها يبقى منبهر بشكلها. هنا خلاص بعد ما سبتها المفروض بقى في الوقت ده ادخلها التلاجة ان هي تجمد او الصوص يجمد عليها شوية. انا سبتها مجرد ساعة بس، هي ما لحقتش برضو لان الجو حر، كانت عايزة تتساب اكتر من كده. بعد كده حددت بقى التقطيع. يعني انا شفت انا هقطعها على قد ايه. حتى لو انتم ملاحظين في كده مكان التقطيع، قلت احددها الاول وبعد كده اقطع الحجم اللي انا عايزاه. ولو انتم ملاحظين الصوص لسه سايح لان انا ما سبتهاش فتره طويله في قلب التلاجة. بس عايزه اقول لكم ان هي ما اتاكلت كده كانت تحفه. الصوص كان سايح كده مع الكريم شانتيه والكيكه، كان طعمها تحسوا ان انتوا بتاكلوا جاتوه مش بتاكلوا كيكه. طبعا ممكن ان انتوا تصغروا في حجم التقطيع عن كده وترمي لكم كميه اكبر من كده. هنا اهيت بعد ما قطعتها وخرجتها حطيتها في قلب الطبق زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. تحسوا لانها تحسوا انها جاتوه مش كيكه. طعمها كان تحفه، حاجه سهله وبسيطه هتعمليها بسرعه، مش هتاخد منك وقت. يعني لو حد جايلك يا دوبك هتقومي تعمليها بسرعه، مسافه ما هو يجي هتكوني انت خلصتيها على طول. او ولادك نفسهم في حاجه حلوه هتقومي برضو ان انت تعمليها بسرعه، مش هتاخد وقت منك برضو.
ومكوناتها موجودة في كل بيت. يعني بس كل اللي انت هتشتريه من بره اللي هو كيس كريم شانتيه لو هو مش موجود عندك. وزي ما قلتلك التزيين اللي على الوش ده اختياري، حابة تعمليه براحتك مش حابة برضو براحتك، ده يرجعلك او على حسب الامكانيات اللي موجودة عندك. وده فيديو النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.